هاي بنات من سلسلة خسارة الوزن، مبسوطة مرة لأننا قربنا من الهدف، وإن شاء الله نكمل ونوصل له سوا. شجعوني وأشجعكم ونمشي هالرحلة مع بعض. بس قبل كل شي بليز بنات، ترى مرة قاعدة أتعب، اضغطوا على زر اللايك عشان يوصل الفيديو لأكبر عدد، وأكمل السلسلة معاكم حتى لو ما كملت الفيديو للنهاية، وبشارككم يومياتي كلها خطوة بخطوة. يلا نبدأ. الحين 27 دقيقة الصباح. يا الله ما أحكي لكم بنات قد إيش أنا جيعانة، مرة جيعانة بشكل ما تتخيلوه. بس جاي عبالي إني أفطر براتو، والله مرة في خاطري. أدري إنه مو صحي، بس بحاول أخليه من ضمن سعراتي. فبدل ما آكل براتة كاملة راح أسوي نص. طبعا راح أحشيها تركي وبيض وكذا عشان إيش نبغى بروتين. ف بسوي أكيد إني بسوي، مرة خاطر فيه مرة، بسوي معاه شاهي بس بالعافية. شكل كلمة صباح كالعادة بسوي الشاهي تبعي، وشاهي السكر بحط تقريبا 2 مرة كويس. مزرعة نعناع أنا أحب كذا. واو أحلى شاهي. يا سلام، أنا أعشق الشاهي مع الفطور. أحس إذا ما شربت شاهي ما أحس إني فطرت. وكذا بنات صار فطوري جاهز. هنا الشاهي حقي، وهنا البراتو. شوفوا كيف، بس نص عشان إيش؟ عشان السعرات، عشان ننحف بنفس الوقت، ننحف وإحنا مبسوطين. فبشوف شات جي بي تي كم سعرة بتطلع الصراحة، وبحط لكم أكيد بالفيديو عشان انتوا كمان إذا حابين تجربوا أو خايفين تخبصوا زي كذا. صراحة أنا ما أقدر إني آكل نفس الأكل يوميا، فدايما أحس إني أبغى أنوع في الأكل وبس، فدايما أعطي نفس الشي اللي اشتهيته بس بحدود يعني. بنات ترى لا يغركم إنه القطعة مرة صغيرة، بس ترى مرة تشبع لأن فيها بروتين مرة كويس. يعني هذه ممكن تشبعك 6 ساعات زي كذا. فيس، أهم شي البروتين يا بنات، أهم شي تقللوا كارب وتزودوا بروتين في أكلكم، كذا بتنحفوا إن شاء الله. طبعا الرياضة أهم شي كمان. والله الصحن مرة كبير ما شاء الله. وطبعا أنا أساسا هدفي إني أنزل نزول بطيء مو سريع أبدا، لأنه أنا أبغى الوزن، يعني ما أبغى الوزن يرجع، عرفتوا. أعشق وجبة الفطور، بالنسبة لي أكثر وجبة مهمة بيومي كله. طبعا لأن هي اللي بتعطيني طاقة عشان أبدأ في يومي. أحس إذا ما أكلت ما أعرف أسوي ولا شي في الحياة. يامي. صورة.
فترة دام إنه ما عندي شي فقررت أمشي، إن شاء الله كذا نص ساعة أو أكثر إن شاء الله. فبشغل ساعتي ونبدأ. وقت الغداء وهذا غدايا لليوم. تعالوا أشرح لكم إيش في الطبق. عندنا هنا رز أبيض بدون أي إضافات، وكمان تونة بدون أي إضافات بس عشان أبى كارب طبعًا، كارب قصدي بروتين. المهم هنا عندنا شي مرة لذيذ أمي مسوية هنا حمصت يا يقطين، لذيذ يا بنات، والله الحمد لله على أمهاتنا اللي يطبخوا لنا كل يوم، الله يخليهم لنا يا رب. وبس والله لذيذ لذيذ، أحس كذا سوم على الأكل. بنات الساعة الحين تقريبا 7:21 المسا طبعا، والله بالقوة قومت نفسي أتمرن. تخيلوا حرفيا الكسل داهمني، عرفتوا اللي خلاص عندكم الشعور اللي جايبكم كذا خلاص بس ودكم ترتاحوا وما تسوي شي في الحياة، وربي كنت بسمع لجسمي وخلاص ما أسوي حاجة، من جد كسل أو إنه الشيطان يوسوس لي إني أنا ما أكمل في هذه السلسلة. فتخيلوا قمت قلت أقل شيء أتمرن مقاومة، لأن الصباح اتمرنت، ما أقول اتمرنت يعني مشيت تقريبا 30 دقيقة وبس. فدحين بسوي مقاومة، بوريكم التمارين اللي قاعدة أتمرنها من نفس البرنامج اللي قلت لكم عليه اللي هو الفول بدي. أوكي في ناس حيقولوا لي إنه ما ينفع تتمرني يوميا فول بدي وهالكلام وكذا. شوف الصراحة تمارين المقاومة هذه مو كل يوم أتمرن، يوم ويوم لا، أو يومين ورا بعض، 3 أيام ورا بعض وأسحب أيام زي كذا. وبنفس الوقت كمان يعني أنا ماني مستهدفة يعني جزء معين بجسمي، يعني أنا حابة أنزل وزن كامل بس، فهمتوا؟ حرفيا تركيزي كله على جسمي كامل. بعدين إن شاء الله لو نزلت وزن إذا حبيت أستمر فرح أركز على كل جزء ويصير خاص أسوي جدول تمارين خاصة فيني، وأقسم تماريني على حسب يعني كل يوم جزء وزي كذا. فبس والله راح أتمرن وبشوف كم سعرة بحرق وزي كذا، وإن شاء الله إني أخلص. أهم شيء لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك بالفيديو. ترى مرة قاعد أتعب وأنا قاعدة أمنتج وإني أصور كذا سلسلة، لأن من جد التصوير متعب، وبنفس الوقت تصدقوا إنه أنا أول مرة بحياتي كلها أوصل لذا الوزن. أنا أكثر يعني أعلى وزن وصلت له بحياتي كلها كان 60 بس. تخيلوا أقدر إني خلاص يعني أنزل وزني بسكات وما شو اسمه هذا، يعني ما أقول لأحد، يعني خليه هذا الشيء بيني وبين نفسي، عرفتوا كيف؟ بس قلت ليش ما أشارك هذا الشيء مع الناس؟ بالعكس يعني ممكن في واحدة منكم تتشجع وتسوي زي ما أنا أسوي، وممكن تنحف الشيء، يعني الشيء هذا يعني ممكن يفيدها، وبنفس الوقت يعني تدعي لي بعدين وزي كذا. فهذا الشيء مرة حلو إنه لو أنا استفدت من حاجة أشارككم هي، فليش لا؟ بس والله أدعموني بلايك عشان مقاطعي توصل لناس أكثر وزي كذا، ويصير الناس يتابعوني أكثر وأتحمس وأسوي مقاطع أكثر وزي كذا يعني. وبس والله جد في بنات كثير مرة يحزنوني لما يجوا يسووا دايت. تخيلوا يعني يحرموا نفسهم من كل شيء، والحرمان أبدا أبدا ما هو كويس للجسم. أنا لي فترة طويلة يعني أنا بين فترة وفترة أسوي دايت. ليه؟ لأنه أنا إنسانة مرة أحب الأكل ووزني يزيد بسرعة بسبب الكارب، أحس كذا جسمي يخزن الكارب ما أعرف كيف. فبجد فترة حتى من حياتي يعني من جد ما شاء الله يعني نزلت في شهرين 10 كيلو، كان شيء مرة واو. 10 كيلو في شهرين مرة حلو، وفعلا هذا الوزن اللي ينزل بشويش ما يرجع. ففي ناس كثير يعني ما يقدروا يستمروا على الدايت، ما يقدروا انه خلاص ياكلوا اكلات يعني دايت ومرة يلتزموا فيه، فيحسوا خلاص يطفشوا ويملوا وما يقدروا يلتزموا. فأنا يعني حابة أوصل رسالة طبعا من السلسلة هذه اللي قاعدة أسويها، إنه مو شرط تحرمي نفسك، مو شرط أبدا إنه تحرمي نفسك.
تقدري تاكلي كل شي حابته بس بحدود السعرات، السعرات اللي يحتاجها جسمِك، أو السعرات اللي أنتِ حددتيها عشان إيش؟ تنزلي وزن. تمارين، وهذه السعرات اللي حرقتها على مدار اليوم، زينة الصراحة. وبس والله مرة تعبت وخلاص بروح آخذ شاور، وإن شاء الله إنكم استفدتوا. وبس هذا كان يومي، إن شاء الله أكون قربت خطوة لهدفي، ونشوفكم في فيديو جديد من السلسلة. لا تنسوا اللايك والدعم عشان أكمل معاكم. باي.